السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحسن طلاب في الدنيا؟ ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما في كل الدنيا. طيب، التحدي بتاع النهاردة أو يعني العادة بتاعت النهاردة، خليها ماشي. التحدي بتاع النهاردة وهو المكسرات. طبعا احنا عارفين ان احنا في ناس كتير بتحب المكسرات، اللي هي اللب السوري طبعا والسوداني والكاجو بقى والفستق واللوزدق كل بقى الانواع المكسرات ديت بقى يعني، والغريبه واللب الخشب واللب الابيض واللب السوبر. وفي منها بقى الحاجات الغريبه بقى اللي هي بتبقى ليها اسماء كده يعني معينه كده، ما ببقاش عارف دي ايه اساسا. طيب، المهم يعني اول بندق طبعا ما قلناهوش، معلش ما يزعلش. طيب يبقى ايه كل المكسرات دي؟ طيب انا عملت سيرش في الموضوع دوت، لان لقيت ناس بتتكلم تقول المكسرات مفيده جدا في المذاكره وكده لا الموضوع ماشي. طيب ايه بقى المكسرات وايه تعمل ايه بقى وايه تختار ازاي المكسرات؟ خد بالك بقى، المكسرات فعلا مفيده في الدماغ يعني او في المذاكره عامه. ولكن فيها فخ صعب وحش جدا، فخ مش كويس خالص. ايه الفخ دوت؟ المكسرات هي مفيده في المذاكره وكده، ولكن الفخ اللي فيها الدهون. ان انت لو اكلت مكسرات كتير هتتخن، ولو تخنت الدم هتلاقي نفسك الثلاثة ولا 4 لتر ولا ال6 لتر دم عندك، ولا شوية الدم اللي عندك، بدل ما كانوا بيتوزعوا على 50 كيلو ولا 60 ولا 70 كيلو، لا بيتوزعوا على 90 كيلو. فانت هتلاقي بقى بطء بقى في استيعاب ودماغك مش مركز، وتشرب بقى في قهوة وتبقى يعني ف... طب ده بيجي منين؟ هل بيجي من المكسرات بس؟ لا اكيد يعني بيجي من اي مصادر دهون تانية يعني، مش لازم مكسرات بس يعني. تمام. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فانا من اكتر المكسرات اللي ممكن تختارها، او من احسن المكسرات اللي انا شفتها يعني، وبعد ما عملت مقارنات ما بينهم بصراحة يعني، علشان انا بحاجة بختارها لنفسي وحاجة انا عايزها يعني تبقى بنفس بتفيدني وفي نفس الوقت ما تضرنيش. طيب، عندنا الكاجو، ولكن ما تكترش منه. الكاجو اللي هو 3 وحدات حلو قوي جميل جدا. طب في حاجه بقى لفتت انتباهي قوي، وهو اللي هو ده اللي اصلا انا عامل فيديو عشانها اصلا يعني. هو ده اصلا هدف الفيديو ده، الحمص. كتير قوي يعني بيجيب سيره الحمص ده بتاتا، مع ان الحمص ده اصلا يعني لقيت فيه بروتين كتير. تمام، فيه نسبه بروتين كويسه جدا، في نسبه الياف كويسه جدا. الدهون ما فيهوش دهون كتير قوي، بسيطه جدا يعني، لو كلت شويه حمص عادي الدنيا حلوه. فلا الموضوع هنا الحمص ده انت لو خدته سناك اصلا بس كده يعني، لو جبت مثلا ب 20 جنيه و 30 جنيه بس كده حمص مثلا، او اي بنت يعني او اي ولد يعني 20 30 جنيه حمص بس حطيته في الشنطه كده، ايه وقت هو ما بيبصش كده كده، انت بتركنه عادي، مش محتاج تلاجة اساسا يعني، هو انت عادي يعني عامله بص اي معامله كده هيعيش معاك. فلو جبت مثلا اي كميه من كده وخدت بس في وسط الدرس او في وسط الحصه او في شويه بس كده مثلا كلتهم، انت بص خدت بروتين وخدت كربوهيدرات وخدت دهون. انت عايز ايه تاني؟ قول لي عايز ايه تاني؟ ما هي الوجبه انت عايز منها ايه؟ عايز منها ايه؟ كربوهيدرات وبروتين ودهون والياف، الاربعه موجودين في الحمص. طب انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ وجبه كامله متكامله في حد ذاتها. فطبعا هو حلو بصراحه، انا عامل الفيديو ده عشان اساسا. وبعد ما جربته واكلته ولقيته ان هو كويس وحلو، فعشان وبعد كده طلعت عملت الفيديو يعني. انا مش طالع بقول رايي وانا ما جربتش الحاجه دي. ماشي. ماشي. بس دي نهايه الفيديو، مش طول عليكم بقى، ولو في اي حاجه تانية كله بقى وتعاملوا بقى معايا بقى يعني، لو في اي حاجه تانية قولوا لي في الكومنتات يعني. كلنا بنفيد بعضينا، كلنا بنساعد بعض، كلنا بندعم بعض. ماشي ماشي، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، تحدي جديد. كان معكم حمدي، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.